السلام عليكم خوتي خواتاتي في كويزين دو شيف حليمه. عاودت وليت ليكم بعد غياب طويل، سمحوا لي باسكو كانوا عندي شويه ظروف وعاودنا رجعنا. اليوم الحصه تاع اليوم ان شاء الله حنديرو بولي غوتي اللي يتباع في المحلات، اللي يتباع عند البوشي يكون واجد. اليوم ان شاء الله جبناه واجد، وفي حصص قادمه ان شاء الله نوريكم كيفاش نديسوسيو الدجاجه ونخدموه ازيرو كيف كيف. درتو مرافق مع البطاطا اللي طيبتها قليتها وحدها ومن بعد درتها في لاصوص اللي طاب فيها الدجاج. كمل طيبتها في الكوشه كيما راكم تشوفوا فيه، قمه في المذاق تاعو. وما نعطيكم لاستيوس كيفاش احتاجتني هذيك التحميره الفوقانيه، راهي سهله 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 بزاف بزاف. واش نقول لكم، متابعه طيبه. ودوك نروحوا للمقادير وش هي طيبه. نبداو على بركه الله. عندنا روطي تاع الدجاج اللي شريناه واجد. عندنا هنايا لي زيبيس تاعنا واش نسحقو في راس المغرف تاع فلفل الكحل، نسحقو في راس المغرف تاع توم بودره. عندنا مغرف صغيره تاع توابل خاصه بالدجاج. عندنا مغرف صغيره تاع بصل بودره. عندنا سكنجبير مغرف صغيره. عندنا في راس المغرف قلنا فلفل الكحل، في راس المغرف تاع العكري، ونص مغرف تاع الكركم. عندنا مغرف كبيره تاع الزبده، وعندنا مغرف كبيره تاع الزيت، وعندنا زوج كيسان تاع الماء. طريقه التحضير: هنا حطينا مغرف تاع الزبده، نزيدو نحطو معاها حوالي مغرف تاع زيت حتى زوج مغارف هكا، ونخلطوهم مع بعض كيما راكم تشوفوا هكا حتى تولينا اون بوماد. نزيدو عليها كامل لي زيبيس اللي قلنا. عندنا نص مغرف تاع كركم، عندنا مغرف صغيره تاع زنجبيل سكنجبير مرحي، عندنا مغرف صغيره معمره تاع توابل خاصه بالدجاج، عندنا نص مغرف تاع بودره تاع الثوم، عندنا في راس المغرف تاع فلفل الكحل، عندنا في راس المغرف تاع العكري، وعندنا نص مغرف نتاع بصل بودره. كيما شفتوهم ونخلطوهم كيما خلطنا مع الاول حتى يندمجوا كامل. الميلونج تاعنا هذا يندمج، وهذا هو اللي حنخلطو ندهنوا به كامل الدجاجه كيما راكم تشوفوا هكا. نسينا ما درناش الملح، وهذا الملح. دوك هذا الميلونج ندهنوا به كامل الدجاجه تاعنا. لهنا كيما راكم تشوفوا نجيبوا الروطي تاعنا وندهنوه كامل الوجه تاعو بالميلونج اللي درناه هكا. ندهنوه مليح باش نحطوه في سنيوه بعد ما نكونوا سخنا الكوشه مليح، يطيب على درجه حراره متوسطه. ندهنوه كامل كيما راكم تشوفوا. نتاكدوا كامل في الشقاق هادو تاني لازم ندهنوهم مليح. بعد ما دهناه كامل نرفدو البوليغوتي تاعنا ونحطوه في سنيوه اللي حندخلوها للكوشه هكذا. بسم الله. هكا ونزيدو نفرغوا فوقها زوج. هنا بعد ما حطيناه في سنيوه تاع الكوشه نفرغوا عليه زوج كيسان تاع الماء كيما راكم تشوفوا. هذا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني. فوالا. من بعد نغطوه بفيلم اليمونتير ولا بابي كويسون ولا ساشيات هذوما خاصين بالشيواء. نغطوه من الفوق باسكو علاه لو كان تحطوا الالومنيوم لاصق مع الدجاج ولا اللحم ولا ماشي مليح للصحه تاعنا. صافي لازم نديروا الماده العازله بيناتهم هكذا. من بعد نجيبوا الالومنيوم تاعنا هكا، نغطوه وندخلوه للكوشه
حتى يطيب. حنايا وقتاش نعرفوه باللي طاب؟ هنايا كي يفوت عليه واحد نص ساعه نسيو ندخلو البيك تاعنا ولا الموس في الوسط. الا شفناه كي نواسيو الموس تاعنا هنا في الوسط يولي خرجنا العصاره تاعو تاع الماء، حب يقول مازال مخصوص تاع طياب، مازال مخصوص طياب. وإلا شفناه نشف نحوه من تما ونحو له بابي كويسون وهذا ساشي تاع الشواء ونخلوه حتى يتحمر ويعطينا لون شباب من الفوق هكذا. وندخلوه في الكوشه ونتلاقاو من بعد. وفي هذا الوقت كي يطيب الدجاج نحولو لكيس الشواء ونحولو بابي الومنيوم وفوالا ونقعدو نسقوه فيه حتى يعطينا اللون اللي راكم تشوفوه فيه. انا راني نوري لكم برك كيفاش كنت ندير من قبل فوالا حتى يعطيني هذا اللون. هذه الطريقه تخلي لنا الدجاج من الداخل يطيب طري ومن الفوق يعطيني لون شباب. فوالا حتى نكملو من بعد نحولو الخيط هذا فوالا ونحطوه كوتي. كي يقرب وقت العشاء ولا الفطور ولا وقت تاع التقديم المهم نكون وجدت البطاطا ديجا من قبل قليتها بلا ملح فوالا باسكو لاصوص فيها الملح. نرمي فيها البطاطا تاعي نخلطها مليح ونعاود نرجعها في الفوغ فوالا حتى تشرب لاصوص هذيك كامل. فوالا كيما راكم تشوفوا لازم تندمج كامل مع هذيك لاصوص فوالا حتى ترجع هكا وندخلوها للفرن حتى تسخن مليح وتتشرب لاصوص. ودوك نشوفوها في صحن التقديم. وهذه هي النتيجة النهائية. ان شاء الله تكون عجبتكم. راهي سهلة بزاف وما تاخذ لكمش وقت بزاف فوالا. وكما قلت لكم اليوم درناه جاهز من ما شريته من عند البوشي، ما كانش عندي الوقت باش ندير. والحصص القادمه ان شاء الله